خليني أقولك شي ممكن يزعجك. إذا حياتك واقفة، غالباً السبب مو الظروف، السبب أنت. أنت مو محتاج فيديو تحفيزي، أنت محتاج تصحى، لأن الحقيقة بسيطة ومزعجة. حياتك ما عم تتغير، مو لأنه ما في فرص، لأنه أنت عم تأجل. لا تطلع من الفيديو قبل النهاية، لأنه في سؤال رح أتركه لك آخر شي، وجوابه أهم من كل اللي رح تسمعه. وهلأ خليني أسألك سؤال بسيط، إيش عملت اليوم؟ لا، مو شو كنت ناوي تعمل، ولا شو حلمت فيه، ولا شو قلت بكرة ببدأ. قصدي شو عملت فعلاً؟ رح تسكت؟ تمام، هذا السكوت هو الموضوع كله. في جيل كامل، مو غبي، مو كسول حتى، بس قاعد يستنى، مو فرصة، مو توقيت، يستنى الكون، يستنى شي يصير، يستنى الحياة تشتغل لحالها، يستنى باب ينفتح بدون ما يدق عليه. وأنا اليوم مو هون عشان أحمسك، مو هون عشان أقولك أنت تقدر، أنا هون عشان أقولك الحقيقة اللي ما حدا بده يسمعها. كان في وقت تطوير الذات كان شي محترم، كان يعني اقرأ، فكر، تعب، وتقبل إنك لسه ما وصلت. ناس مثل ماركوس أوريليوس، إمبراطور، وقاعد يكتب لنفسه، مو للناس، مو للفولورز، كان يحاسب نفسه بقسوة. ناس مثل فيكتور فرانكل، عاش الجحيم وطلع منه بمعنى، مو بطاقة إيجابية. هذا كان تطوير الذات. هلأ صار بس فكر والكون رح يشتغل. قول أنا مليونير وأصير مليونير. أنت تستحق كل شي بس لأنك موجود. والمصيبة؟ الناس صدقت، مو لأنهم أغبياء، لأنه هذا أسهل. دماغك بحب السهل. ليش تشتغل سنين إذا في فيديو 20 دقيقة يقولك بس غير طاقتك؟ صارت صناعة كاملة تبيع وهم بشكل جميل. مو كل المحتوى سيء، بس الأكثر انتشار سطحي. ليش؟ لأنه يريحك فوراً. في شيء اسمه الاستحقاق المزيف. تحس إنك تستحق كل شيء بدون ما تدفع ثمن. نجاح؟ تستحقه. فرص؟ تستحقها. احترام؟ طبعاً. بس ليش؟ أول شيء السوشيال ميديا. تشوف شخص فجأة نجح، فيديو واحد 1,000,000 مشاهدة، بس ما تشوف السنة اللي قبل، الفشل، المحاولات اللي ماتت. دماغك يشوف النتيجة بس ويقول ليش أنا لأ؟ ثاني شيء التربية. أنت مميز، أنت تقدر تعمل أي شيء. حلو الكلام، بس ناقص جملة بس رح تتعب كثير. لما ما تتعلم كلمة لا، أول لا بالحياة، تكسر فيك شيء. ثالث شيء الحلول السريعة. 3 خطوات، 5 عادات، 10 أسرار. كل شيء سريع، وكأنه التغيير الحقيقي يجي بين قهوتين. وهون المشكلة الكبيرة، صرنا هشين. أي نقد هجوم، أي رفض ظلم، أي فشل العالم ضدي. في ناس تعلمت كيف تحب نفسها قبل ما تتعلم كيف تطور نفسها. فرق كبير. حب النفس الحقيقي تكون صريح، تقول أنا لسه مو هون ولازم أشتغل، مو أنا كامل والباقي غلط. لما الهشاشة تلتقي مع الاستحقاق يطلع أخطر نوع. شخص مقتنع إنه يستحق كل شيء وما يتحمل أي شيء. يمشي بالحياة وعيونه مغمضة، ويفكر الجدار رح يختفي.
خليني أقولها مباشرة، الكون مش مدين إلك شي، ولا نجاح، ولا سعادة، ولا فرص. في بس أنت وقراراتك. التفكير الإيجابي لحاله كذب، بدون شغل هو هروب. تحس حالك إنجزت وإنت ولا بدأت. لا، مش عدوك، هي معلمتك. كل رفض معلومة، كل فشل درس. السؤال شو تعمل فيه؟ التعب مو عقوبة، هو الطريق، ما في اختصار. في ناس وصلوا أسرع بس تعبهم كان حقيقي. ما رح أبيعك شي، بس اسأل حالك، شو آخر شي اشتغلت عليه 3 شهور بدون نتيجة وما تركته؟ إذا ما في جواب، هذا الجواب. آخر مرة انرفضت، شو صار؟ دافعت؟ زعلت؟ ولا فكرت؟ لو ما في كون يساعدك، شو رح تعمل؟ إذا خفت، انتبه، هذا الخوف هو الباب. إذا تحمست، أنت جاهز. الجيل اللي قبل ما كان عنده هذا كله، ولا يوتيوب ولا بودكاست، بس اشتغل وبنى وغير. وإحنا نتنقل بين فيديو وفيديو ونستنى. ما في مشكلة فينا، في مشكلة بالأفكار. بس في ناس صحيت، قررت تشتغل، تتعب، تتحمل. السؤال، أنت منهم ولا لسه تستنى؟ الفرق بينك وبين الحياة اللي بدك إياها مو الكون، مو الحظ، غالباً قرار واحد أنت عم تأجله. في شغلة لازم تفهمها يا عزيزي، يمكن ما حدا قالها لك بهالوضوح. النجاح مو شعور، مو مزاج، مو طاقة. النجاح عادة. أيام ما بدك تشتغل وتشتغل، أيام تعبان وتكمل، أيام ما في نتيجة وتستمر. لأن الحقيقة أغلب الناس ما فشلوا لأنهم ما يقدروا، فشلوا لأنهم وقفوا بسرعة، وقفوا لما اختفى الحماس، وقفوا لما صار الموضوع تقيل، وقفوا لما اكتشفوا إنه الموضوع مو سهل. وهون الفرق، في ناس بتكمل، وفي ناس بتدور على فيديو تاني يعطيها شعور أفضل. انتي أي نوع؟ وبالأخير، اللي بصراحة، انت من الناس اللي لسه مؤمنين إنه الكون رح يرتب كل شي، ولا بلشت تفهم إنه الموضوع كله عليك؟ ممكن تجاوب بتعليق، جاوب بدون تجميل يا صديقي الجميل، لأنه الجواب هذا ممكن يحدد حياتك الجاية.